اكتشفت ان في حاجه اسمها كارتيرة بنزين. اكتشفت لما ايه اللي حصل لما خرمتها. انا عندي مشكله من فيديوهات السجاد دي كمان. عندك مشكله؟ مفيش هقول حد لك ينفع يبقى عنده مشكله مع هقول لك عندي الفيديوهات دي. مشكله لان اه سجاده اطفال بهذه الوساخه، انا محتاجه اشوف الاطفال. فراغ. اه الحلقه النهارده ايوه عن الفراغ الفراغ. بتهربي من الشعور الفراغ، مثلا. اللي هو انا هقعد بقى يعني استلم افكاري واقعد بقى انا وهي نضحك. لا، بالظبط. نقوم نعمل لنا حاجه مفيده. اوقات مش بيبقى الفراغ عشان ما عنديش مسؤوليات او ما عنديش حاجات ورايا حاجات قد كده، امم بس اللي هو كنت الالجوريثم عندك غير عندي خالص. جبت الشبشب ده بيتحط في الميداليه عشان ده شعار الام المصريه. احنا بحس ان الجيل الجديد ده ما عندوش هذه الرفاهيه بتاعت انا طول النهار بقول لليلى عادي نبقى زهقانين، ندور ما نبقاش زهقانين ازاي نعمل حاجه، او نزهق نبحلق في السقف نتخيل سيناريوهات. فراغ ازيك يا اسراء؟ ازيك يا حلوه؟ اتشتمنا كتير ولا عادي؟ ولا ايه اللي حصل؟ اتشتمنا كتير ولا عادي؟ يا رب لا، مش عارفه، انا ما بتابعش بقى. تتمنى ان يعني ان يبقى في حته حلوه، اكيد تشوفي في مش حته حلوه، حته حلوه. ما هم الناس عارفيننا اصلا، لان أيوة خايفين من ايه؟ لا مش خايفين. انا ازاي اسبوعك عامل ايه؟ الحمد لله والله الاسبوع كان لذيذ. انتي دنيتك حلوه؟ اسبوعك حلو الحمد لله. يلا كويس. عدى الحمد لله. لا والله عرفت ان في انا حاجه من بعد ما خدنا الاجازه انا تمام الحمد تمام؟ لله. خدت الاجازه؟ خدنا الاجازه. انا لسه ما خدتش اجازه وعرفت امبارح ان في حاجه اسمها كارتيرة بنزين. ده اللي مصطلحات بنعدي منها جديده. لا ايه كارتيره. لا، هي يوجولي الكارتيرة بتاعت العجل. اكتشفت ان في حاجه اسمها كارتيرة بنزين. اكتشفت لما ايه اللي حصل لما خرمتها. لسه كنت لك اكيد لما اتخرمت هنكتشف خرمتها ازاي. ونزلت الزيت كله، فروحت للراجل قعدت اقول له ان انا خرمت الكارتير. فقعد يقول لي هو دي بتتخرم؟ ما بتتخرمش الكارتير، خرمتيها ازاي؟ انت خرمتيها طب امامي ولا خلفي؟ وانا لو عمال اقول له لا هي قدام. اوكي. طب كان شكل العربيه امامي ايه؟ اهي. طب انت موديل كام؟ وقعد بقى يسالني اسئله اللي هو ايه علاقه ده يعني طلع بقى ان في كذا كارتيره. كارتيرة بنزين، كارتيرة فتيس. اتمنى ما يكونش بضحك يعني اتمنى ما يكونش الراجل ضحك عليكي. يعني بس الحمد لله عرفنا ان في كارتيرة وخرمنا الكارتيرة. طيب ده مش كده تاني بقى، مش كده تاني. حاضر. ما انا ما كنتش عايزه اعمل كده اولاني يعني هو انت يعني ايه اللي وصلنا لهنا؟ انا ما بعتمدش مش عايزه بس انت دلوقتي عامه شاطره ان لما بتحصل حاجه بتروحي للميكانيكي بنفسك، يعني بحس دي حاجات صعبه بصراحه. صح. انا هقول ان انا عندي الاوبشن ان حد يروح مكاني، بس انا بختار ان انا اروح، فانا شاطره. انا بحب اعمل كل حاجه بنفسي. صح. شفتي ازاي؟ صح. اهربي منها بقى. من ايه؟ مسؤوليه؟ من اي حاجه ينفع يتهرب منها. انا بقيت مؤخرا بعمل كده. انا بقيت شايفه ان او سواء بهرب او سواء يعني بقيت مؤخرا بوزع تاسكات اللي يقدر يشيل معايا حاجه يشيلها. يعني انا بقيت بالديليجيت، كل الناس تيجي تساعدني، ساعدوني. اوكي. عارفه المشكله بيقولك بتحتاج قريه لتربيه طفل. انا محتاجه قريه بجد لتربيتي انا، ونشوف موضوع الطفل ده بعدين. صح. انا بتعلم لسه اجزاء العربيه دلوقتي، مع اني بسوق بقالي 12 سنه مثلا، بس فاهمه لسه انا بنتعلم. سوقت سنه وبعدين جبت سواق معايا الدرايفر يسوق لي كرامتي. الستات ما عرفتش تسوق؟ لا مين قال كده؟ مين قال كده؟ بتخرم الكارتيره بس تعرف تسوق. ايوه صح. هنقول كده. طيب انت عارفه ان انا اللي هون عليا يعني رحله علاج الكارتيره ان انا كنت فاتحه التيك توك. انا اكتشفت التيك توك مؤخرا طبعا. انا يعني من جيل الانستجرام. انا بحس اني بخش ومش بفهمه. ما انا ما كنتش فاهماه، بس اتسحلت في محتوى كده جديد. مش عارفه انت شفتيه ولا لا، اللي هو كرتون البصل والبطاطس والحاجات اللي هم فراوليتا ومانجيتا وبوتوتسيتو والحاجات وبتنجانية. شفتي؟ انا كنت اوريجينالي شدني لان الفويس اوفر كان وحش. ده هو سيء جدا سيء جدا بالعربي والانجليزي. يعني شفته بالعربي والانجليزي وغلط، يعني هو معمول غلط سواء اخراجه، يعني الاي اي مش مظبوط فيه. والفويس اوفر مضحك، اللي هو بقى ايه باقي انا انتوا عايزين ايه مني باقي. لسه شايفه الحلقه دي تقريبا امبارح، لدرجه ان هم في النص غيروا اللهجه والكاركتر مختلف. يعني هو في المفروض ان هو يروح للبطاطس يقول له ليه عملت كده يا بطاطس. ف
بقى البتنجان هو اللي بيتكلم والبطاطس بيقول لي اعمل كده يا بتنجان. لا ايه الهبل ده؟ ما هو مش انت عارف. خضار اهبل. ايوه انتوا خضار اهبل فعلا. لا وبعدين في النص قلب، هو كان مصري بعدين قلب أيوة. اردني وراح خليجي بقى في أيوة. اخر فتحسي انه وحش جدا. ده وانا اتسحلت ده مسوس. اتسحلت سحله، اتضايقت قوي من نفسي ان انا ضيعت الوقت في ان انا قاعده ايه بس العبط ده. لا انت عارفه انا من الحاجات اللي طلعت لي مؤخرا طبعا الجزارين قلبين الدنيا على النت. انا دي حاجه ما كنتش اعرفها. قعدت بجد؟ بقى اشوف ازاي بنسلخ وبنقطع. الجزارين بقى ليهم قعدت لا محتوى. والله معلش. مش ده كان بيقولوا له ما ينفعش لا مشاهده مش بيجيب الذبح لحد ما السكينه عند رقبه وبس ده فيه خلاص. هزار، ده فيه هزار كمان في بس لا يعني بيقف خلاص هي اللي هق بيقطع. بس الباقي ده مش بيبقى فيه دم، كله موجود. يعني ايه بقى ما فيهوش دم؟ يعني ايه؟ يعني هو الذبيحه في العادي لما تذبحي والدم بيتصفى في الغالب وانت بتشفي او انت بتقطعي وانت كده مش بيبقى فيه دم. محتاجه ابعت لك الفيديوهات. لا ما تبعت لي انا عشان خليني في الكارتير، انا مش هزود محتاجه معلومات ابعت لك اكتر من كده. الفيديوهات. وابتديت بقى اشوف اللي هو ايه ده انتوا تبعتوش الفيديوهات دي لاي هندي. لا بس فاهمه قصدك. طيب انت ساعتين اه تقريبا يعني بجد حسيت ان انا بقى عندي معلومات ما كانتش عندي، مش عارفه اعمل بيها ايه. بس تماما. انت بتتفرجي عليها ليه؟ كده بقى ما اللي هو الفراغ بقى. فراغ. الحلقه النهارده ايوه عن الفراغ. بتهربي منه ولا بتحبيه؟ لا بهرب بصراحه. بتحبيش بهرب الفراغ؟ بكل الحاجات اللي ينفع يتهرب بيها، يعني بالاكل غسل المواعين بس ده مش فراغ ده. لا في اوقات اللي هو بتنظفي الشقه عشان مش تلاقي بس حاجة فراغ تعمليها؟ اللي هو عايزه تمشي شعور معين، عايزه تهربي من شعور معين. انت بتهربي من بتهربي من الشعور الفراغ مثلا اللي هو انا اقعد بقى يعني استلم افكاري واقعد بقى انا وهي نضحك. لا بالظبط. نقوم نعمل لنا حاجه مفيده. تعملي كده؟ والنوم ساعات بنام كتير جدا اللي هو هي اصلا هعمل ايه. فنام. انا خلاص خلصت ساعتين فرجة قبل النوم فبلاقيني في اوقات كده بحس اللي هو لا احنا محتاجين نقوم بقى نشوف حياتنا. انت فاهمه؟ لان مش بيبقى كمان انا مشكلتي مش بتبقى فراغ، اوقات مش بيبقى الفراغ عشان ما عنديش مسؤوليات او ما عنديش حاجات ورايا حاجات قد كده. بس اللي هو فراغ فعارفه دي عارفه الوقت المعين بتاع الليل لما كله ينام ده دوم سكرولينج بيقولوا طبعا انا فيديوهات السجاد دي مبهدله. انا عندي مشكله من فيديوهات السجاد دي كمان. عندك مشكله؟ هقول لك عندي مشكله مع هقول لك عندي مشكله لان سجاده بهذه الوساخه سجاده اطفال بهذه الوساخه انا محتاجه اشوف الاطفال. انت بتجيلك اوفر ثينكينج. انا محتاجه اطمنوني على الاطفال الاول بس عشان ده منظر السجاده. ايوه والله. وبعدين وفي الحاجات الزرع بنظبط الجنينه بنقلم الجنينه. مش كده مش بنقلمها كده بنقصها بنقلمها. في فيديوهات اكستريم بقى السجاده اللي زرعت فاحنا بنقلم وننظف. ده ايه محدش بيعمل كده. اللي زرعت ده هبعتها لك. مش للدرجه بقى مش هنحشر كل الفيديوهات في حته واحده وفي الاخر يذبح على السجاده دي. انت يبقى جمع كل احداث والله بحس اللي هو مش لازم ناخد كل الحاجات. ايوه حاجه اصحابي. ايوه وفي فيديوهات بحبها قوي بتاعت تصليح الطرق. انت بيجيلك كونتنت الالجوريثم عندك غير عندي خالص. تصليح الطرق دي بحسها برضو. يلا يا اصحابي حفره دي اردنيه. يلا يا اصحابي حفره دي حمله اردنيه لتصليح الطرق والحفر. وفي بقى تركيا لتصليح اعطال الطريق. لا مش اعطال الطريق، حاجات الشرب دول. عارفه اللي بتبقى رخام وفيها حنفيه دي عشان تشربي في الطريق دي. دي بقى انت كنت في اسبانيه. خلاص كفايه فراغ بقى. في اسبانيه بقى دي بقى للبلاعات اللي في الطرق اللي اتسدت من الامطار بقى كتير بقى فعلا انت هتروحي نازله مشمره وقاعده تطلعي البلاعه اللي في الطريق. شوف بقى
ما انا اصلا ممكن يا تحتاج الدنيا والله شوفي، الحمد لله. وانا مكسله اقوم احنا لا، اغسل المواعين. لا لا صح، لا ما لكيش فراغ مبدئيا، انت ما انت ينفعش يبقى ليكي فراغ. والله بتفرج على حاجات غريبه قوي انت قوي عارفه ان يعني. الاطفال بيقولك لازم تحسيهم بالفراغ عشان يطلع منهم حاجه كويسه. دي بقى حاجه دي انا لمساها جدا. احنا بحس ان الجيل الجديد ده ما عندوش هذه الرفاهيه بتاعت انا طول النهار بقول لليلى عادي نبقى زهقانين، امم ندور ما نبقاش زهقانين ازاي نعمل حاجه، او نزهق نبحلق في السقف نزهق. نتخيل سيناريوهات. اه والله انا كان في عيد ميلاد ليلى قالت لي عايزه اصحابي كلهم يجوا لي، وبعدين اكتشفت ان هم مش عارفين يلعبوا لعبه جماعيه مع بعض. ليه؟ هو اتنين مثلا عايزين يلعبوا اللعبه دي، التالتة لا، طب لا مش هيلعبها. اللي بعدها اتنين اتفقوا على لعبه تانية، مش واحده عارفين يتفقوا. مش عارفين يتفقوا على لعبه. امم وبقى الاسهل ان اول لما لقوا ان مش عارفين يتفقوا على لعبه، خلاص انا هقعد على الايباد وانا هقعد على الموبايل وانا طبعا قمت داخله تعالوا نتفق اتفاق امم عادي ان احنا نلعب لعبه مش حابينها، واللي بعدها هنلعب لعبه حابينها يعني. فخليت كل واحد كتب ورقتين لعبتين ان هو عاوز يلعبها، فكل واحده كتبت في ورقتين اللعبه اللي هي عايزه يعني اللعبتين اللي لعبتين. عايز تلعبها. بس قلت له هنحط الورق ده كله في بول، وكل واحد ايه هنختار كده اللعبه اللي هتيجي هنلعبها كلنا. اللي مش مبسوط باللعبه عادي هتيجي لعبته بعد كده يعني. اي دي حاجه لقيتها ايه ده، مش موجوده، مش عارفين انتوا يلعبوا. مش بجد بجد مش عارفين مش عارفين يتفقوا على لعبه يلعبوها، لان اسهل حاجه اللي هنروح هو للايباد انت عارفه ان ده اسمه، يعني كنت بقرا كتاب مش عارفه جايبها هنا تقريبا، مبتلى بالفراغ. ايوه مبتلى بالفراغ، مش عارفه اتكلمت عليه قبل كده في حلقه، بس أنا الكتاب ده على فكره رائع. اوكي اتكلم على فكره ان لما الانسان بيتعرض للفراغ، في نوعين من البني ادمين، نوع هيروح للحاجه البرودكتيف اللي هو بقى يقوم يغسل المواعين، ينظف البيت، يكلم حد ما قالهم كتير ما كلموش كده. في نوع تاني بيعمل حاجه تديله دوبامين عشان اوكي ما يحسش بالفراغ، يهرب منه. ايوه زي الاكل، زي طبعا مثلا اللي بيشوف مواقع مش كويسه، ايوه زي اللي بيدمن شيء، يعني مثلا الجيمز جيمز بالظبط، اللي بيدمن نوع معين من يقولك مثلا انا بقعد اسمع موسيقى لحد ما ودني تصفر. اوكي. والضحك، لا دي حاجه حلوه ان شاء الله. لا لا الضحك الاكستريم ده انا يعني برضو ايه الضحك؟ يعني انا مش متخيل واحد زهقان ها 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 ده مجنون. انت ايه اختلط عليك الهوا ده؟ الامر بس ده مجنون. بس لا اللي هو هو زهقان فهتفرج على حاجه كوميديه او طب ما دي حاجه حلوه. بس على طول على طول على طول على طول اول ما يحس ان هو داون او ان هو هيحس بشعور امم معين فاضي فيجري انا هتبسط. انت عارفه ده ايوه. لو بحس انت ان عارفه الدوبامين، انا كنت فاكره زي ما انت بتقولي كده ان هو شعور السعاده. اوكي انا مش عارفه، دي حاجه هفتي فيها، ممكن تكون صح ممكن تكون غلط. يا لينا براحتك اللي كنبتنا انا بصراحه كنا بينا ولا مش كنبتنا راينا عشان معلش بفتي بس الكلام محدش ده ياخد ورايا في حاجات. البرامج هناك اللي بيتحضر لها، احنا صح صح، هنا انا صباح الفل. اه في واحد صاحبي قال لي عارفة؟ بس ببقى انا عادي. حضرني موقف ايوه، ان الدوبامين بقى ده اللي هو شعور المكافاه، اوكي الشعور بيجيلك من المكافاه. شو. فانا لو انا مثلا بشرب قهوه، كان قبل كده هشام عفيفي في الحلقه اللي فاتت ايوه بيقول لنا الناس المدمنه قهوه فبتحس اوكي ان ايه ده انا مبسوطه، هو اكشلي مش القهوه اللي بتبسط، الامبيانس بتاع القهوه اللي هو معاه كوبايه الامبولانس الامبيانس. امبيولانس الامبيانس ازاي الاسعاف الاسعاف بالظبط. لا اللي هو الجو العام بتاع ايوه ايوه انا معايا مجي في معرفش ايه، في الطعم القهوه اللي جايباها من الحته اللي انا بحبها، اه ده بيديني شعور مؤقت بمكافأة، ان انا بكافئ نفسي بعمل حاجة انا بحبها، فده اوكي دوبامين صغير ايوه انا كده. بحس كده برضه لما هقعد بصراحه. ابص على انا عندي الريلز طبق اللب بالليل ده، لما عارفه المقله مش بيبقى فيه هرم لب كده وتحت ما فيش حاجه، ايوه انا عندي هرم لتحت. لب. لما خلاص باكل كميه ملح ليمون تنضف غساله. طب دي حاجة حلوة. طب الكلى تمام؟ مش مش عارفه والله متأكدة. مش عارفه مش والله. متأكدة. حاجه غريبه جدا والله امم كده. عارفه لما ايدك تبقى لونها اورنج من تشيتوس او كده مثلا، اه ايدي بقى لونها اصفر من اللب من اللب بجد. ده بقعد بجد. واللي هو بقك يا شفايفي كأنها خارجه من البحر عارفه ده والله. ايوه. ببقى في حاله يرثى طب لها انت بقى. ايه اخر بقول ابلكيشن؟ لا خلاص بقى خش على الكاجو. كفايه لب بقى يا اسراء. اه طب انت ايه بتحسي ان ايه اكتر ابلكيشن بتستهلكي فيه وقت على الموبايل؟ انستجرام 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 ليه بقى؟
الفيسبوك فيه شتايم، مش شتايم يعني يعني اغلب الاوقات ببقى بتشتم. يوتيوب اه طبعا لو شكرا سيل. فاهمة، ايوه فيسبوك كده. فالفيسبوك قعدت فتره لما البوستات بتاعتي كانت بتتشير كتير قوي، امم بقيت مخبياه اصلا، مش عايزه اخش اشوف، لاني بحس اني بس الكلام ده زمان، دلوقتي مش بعمل كده، ايوه بقيت فاهمة طيبه. قصدك. ايوه ايوه. لا بس انت بتستخدميهم ولا بتسكرول؟ بسكرول والله، امم والفيسبوك بسكرول فيه دلوقتي بقوا عاملين، امم عارفه وايه، خايفة اعرف. والاونلاين شوبينج يا لينا. اه ما ده شوبينج ده ادمان برضو. ده بقى صعب، اه ده بجد. لو انا زهقانة يا طب ما نشوف ايه اللي بيتباع. لا وساعات بصحى من النوم والله كده، عارفه لما تصحي من النوم تعملي سكرولينج، بصحى من النوم اشتري، واتدارك الموقف لما الاقي موبايل بدري بيرن عشان الفيزا. فابعت لا، له او انا الراجل اسفه، يجي. انا كنت نايمه مش عارفه ايه اللي حصل. ايوه ايوه. فاهم. او الراجل يخبط يقول الكورير جه جاب الاوردر. ورطة فعلا. ورطه. اللي هو طب انا طلع معيش فلوس دلوقتي تقدر. لا هو ممكن في عليك تجيبها لي اغلب بعدين. الحاجات بصراحه بدري شبك الفيزا، فمش بتواجهني دي قوي، بس بحس ان في ورطه اللي هو ايه ده، اه انا ما كانش قصدي يعني نوصل لده. انا بجد اشتريها. فاهمه. اه ف الاونلاين شوب. الاونلاين شوبينج طبعا. انتي طب عندك كده؟ انا عندي طبعا اونلاين شوبينج ده. طب اوكي. انت اغرب حاجه اشتريتيها وانت عندك شعور بالفراغ؟ لا بس انا هقول لك، انا بحس ان انا بشتري حاجات مهمه فعلا، يعني كنا ازاي هنعيش من غير طقم المعالق ال 12 قطعه الديزني، الايه ماما؟ شكله ديزني مرسوم عليه ميكي ماوس، اه كنا هنعيش ازاي، هناكل في ايه؟ في انا افنجرز بقى. انا بحس اصل هتكلف ايه يعني بحس ان حاجات منطقيه، طب انا دي حاجات مش مهمه الحمد لله فعلا بشتري صح. حاجات منطقيه جدا 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 يعني، مم. ما بضيعش فلوسي شوفي في اي انا حاجه. مبسوطه من بحس من كنا هنعيش ازاي بجد، فكري فيها. صح. لا ما كنتش اشتريش طبعا. كنا هنقول هم يا جمل في ايه، اي معلقه تانية. حتى الجمل كان هيبقى مش مبسوط. صح انت صح فاهمه. دي حاجه هتبسط صح. صح والله فحاسه، انا بحس ان انا بجيب حاجات مفيده. مفيده جدا. امم انا مش هينفع اتريق على اللي انت بتقوليها لاسباب كتير، عارفه ايه؟ تعملي كده. انا بجيب حاجات لدرجه ان اصحابي بيقولوا عليا اشياء تشتريها لينا مش غيري بيشتري. اوكي. يعني اديكي مثال، جبت مره شبشب بس قد كده اهو اه بحس في الميداليه. ليه؟ مش عشان عشان شكله ما عجبني. قريناش الديسكريبشن. لا اصل انا يعني اوقات من كتر طبعا ان انا مش بهتم ان انا رايح اشتري حاجه معينه، انا اه بشتري، فلاقي الحاجات بتيجي ايه ده، الشنطه الاقيها شنطه. ده انا مره كنت شايفه شنطه جبتها والله ما كفت احط فيها كوتشينه، حتى قلت هستخدمها احط فيها كوتشينه ما كفتش. ليه ممكن تجيبي شنطه للكوتشين؟ لا هو انا كنت جايبه شنطه سفر، اه فهتحطي فيها كوتشين. فهي فاجئتني ان هي قد كده. ايوه انت بقى فاكراني ان انا كنت عايزه اشتري شبشب قمت رايحه اشتريت اي شبشب ايه ده، انت جالي هنا. جايباه كده؟ ايوه. لا يا لينا، ليه؟ دي حاجات مش مهمه، انا ما بعملش كده، الحمد لله الحمد لله. فاهمه قصدك. جبت الشبشب ده بيتحط في الميداليه عشان ده شعار الام المصريه. الميداليه. الشبشب. ايه يا اسراء؟ اوكي فهمتك. شكله لذيذ. الفيه ده عاجبني في مخي. بهزر. محدش هيعرف وحد يشوف اي الميداليه وبروبلي لو حد شافها هيشتمني. ايه العبط اللي في الميداليه دي؟ فاديله بالشبشب. بس انا بالنسبه أبقى. ايوه صح ايوه هتديله بالشبشب صح ده قد كده. بس انا بالنسبه لي it made sense انه هيبسطني لما اشوف شعر الست المصريه فاهمه حاجات حلوه. الحمد لله أنا مش احنا بعمل ربنا كده. انا يحمينا عامه الحمد لله مش من بصرف فلوسي في حاجات مالهاش لازمه، او فلوس بدري يعني في حاجات مالهاش لازمه. انا صح. بصرف كل حاجه في مكان. انا اصلا صح. حريصه. حريصه على بالديزني اللي من زعلك على زعلك على زعل ايوه انا بدري. فاهمه انا زعل بدري فعلا. وزعل بدري بصراحه يعني بقى في حبه حرص كده، دي بس حريصه مش فعلا ما شاء بس مش الله. ماديا يعني، ماديا لا. ما الحريصه ايه؟ على زعلك. ما تزعلش عشان انا هصرف فلوسك واقول لك سوري. والله بجد بقى اه اطلب كل اوردر والتاني اقول له انا مش عارفه كان عقلي فين، الغيه. انا حاسه اني مش محتاجه الغيه. طيب طب بتلغيه؟ لا بس بقول اه بقترحها. صح لا حريصه انا انت حريصه فعلا. الحمد طب لله. عندك ادمان ايه تاني؟ والله هو دوت والشوبينج قلت والسكرولينج اللي بلا هدف. امم انا بقيت احس ان احنا ما بقيناش نعرف نقف، يعني انا اكتشفت ان انا بسكرول لو واقفه في لاين، بسكرول لو مستنيه اوردر، بسكرول بتهربي من لو الزهق. طلع على التريدميل، بس بجد اللي هو بتزهقي مش عايزه الشعور ده فتروحي رايحه اللي هو يا الدوبامين جماعه احنا رش المعين. كنا
ايه. مم. وبعدين بقيت بشغل التلفزيون وبسكرول وباكل أيوة، وبقزقز، فاهمه؟ أيوة. فومو في فومو في عندك في ايه فومو. في ايه في ايه احنا الجنان ده؟ صح بقى في فومو. طب انت عارفه ان مؤخرا اكتشفت ان انا بقيت بستتقل جدا اقعد اتفرج على الفيلم طب انا هقول لك بشوفه كمان، فيلم. كمان بقى فاهمه انا بستثقل جدا المشاهد الهاديه في الفيلم. اللي هو خلصه. اللي هو انتوا بتعملوا ايه؟ خلاص فطرنا ايوه. ليه؟ تفتكري فاقعد موضوع اقعد اجري، الريلز مش ده مهم عمل مش فينا مهم كده؟ مش مهم. بقيت بتفرج على ملخصات الافلام، ليه؟ فاهمه؟ عشان ايه؟ ملخصات الريلز، اللي هو تعالوا اقول لكم 10 دقايق، استني انا هقول لك في دقيقتين قصدها تعمل. اه لسه هتقولي في 10 دقايق. انت فاهمه؟ اه بس ده حاجه عملتها الريلز على فكره، يعني دي حاجه ايه. ظاهره بتبوظ مع الوقت، انه انت مش هتقدر تقعد تتفرج على فيديو طويل على اليوتيوب. اتفرجوا علينا ماشي، مش على الريلز عشان بس نبقى واضحين. الكلمه سر. لا لا، ده انا بتكلم بالراحه بقى فاهمه، عشان ما فيش حاجه تاخد ريل بقى. ايوه ايوه. احنا ان ف شاء الله نبقى الوقت اللي احنا الناس عايزه تقعد كده اه تتفرج على تتفرج. حاجه مسليه هاديه لذيذه. ايوه بالظبط. انا لذيذه. مسليه. انت انا الهاديه، انت انا لذيذه لذيذه، اوكي ماشي تمام. ماشي. فكنت بقول لك انه بدات احس انه لا، الحاجات بستطولها قوي، اللي هو ايوه. انا هقعد اتفرج على الفويس فيلم. نوت بنجريها، الفيديوهات ده بجد صح بسكرول وبجري، صح. اللي هو اصلا الريل اصلا سريع، بس لا بدل لا ما اقول خلاص. تعالوا معايا اوريكم ليه كده؟ والله لو ساعات بتعلق عليه سبحان بجد، الله. وساعات اقول لا خلاص انا مش هجري، امم انا هكمل الريل، ريل اصلا مش اللي فيديو. هو دقيقه دقيقتين انت اخره يعني فاهمه؟ اه. مش بقدر، مش بجد مش بقدر. طب انت عارفه ان في ناس بتهرب للدوبامين ده في العلاقات؟ بمعنى؟ يعني بتدخل علاقات عشان زهقان. ايوه. انا زهقت من ان انا سنجل، مش عايز اوكي. ابقى متجوز او في علاقه، او انا زهقان. طب ما تيجي نشوف الناس اللي بتنزل ديت دي بتعمل ايه، اوكي. طب ما تيجي نتجوز، ما يمكن نحب بعض، ما مم. يمكن نطلع الجواز ده جميل. يعني انا اصلا اوريجينالي مش عايزه اتجوز، اوكي. انا هربان زهقان من الوحده، ايوه. فمش عارف اعيش مع قوم وحدتي. بقى قوم اتجوز كده، خلينا نفرح بخلفتك. هي دي خلفتك؟ ما فرحناش. دي خلفه دي. قوم بقى بدل ما انت قاعد كده. ايوه بالظبط. فاضطر ان انا او زهقت من كلام الناس، فانا مش عايز خلاص بقى مامتي وخالتي وعمتي يقعدوا يقولوا لي الكلمتين دول، فانا هروح اتجوز. ايوه. انا عايزه اتجوز، لا انا ده قادر اتجوز، انا ينفع اتجوز، مسؤوليات وشخصيتي اصلا لا. لايقه لا. بس هم قاعدين زهقوني في عيشتي. مره واحده صاحبتي كانت بتنزل ديت مع حد يعني، بعدين بتقول اوكي. له انت سؤال عادي اللي هو اللي في التعارف الاول ده، انت نفسك تتجوز؟ لا والله زهقان. ايه فهي ده؟ افتكرت ان هو بيهزر وقال وبتاع. بعدين قال لها لا بجد انا زهقان، يعني حاسس انه بقالي كتير ما بعملش حاجه مختلفه، بروح الشغل وبرجع من الشغل. بقالي كتير قاعد لوحدي. بقالي عارفه كتير زي الفيلم يعني. كان اسمه ايه، الفيلم اللي اتفرجنا عليه بدر اللي صحاها من اسمه ايه، باسنجرز. ها. اه لما الاتنين لما فضلوا كان لوحده في وبعدين قام السفينه. مصحيها علشان بقى ما خلاص زهق، قعد لوحده كتير اه قوي. بس دول ما كانش في غيرهم في الكوكب. هي كانت سفينه، ايوه طيب ما فيش غيرهم. بس من نفس الفكرة، هو قاعد زهقان فقرر ان هو يشوف بقى. يزهق بني ادمه تانية اصحي جنبه. معايا كده، قومي. مفيش غيرنا قومي في. نكفيني ونكفك. انا ما عنديش مشكله اللي عايز يتجوز عشان ما يبقاش وحيد، او حاسس انه اوكي. الوحده بس قصدي مش ده اللي انا بحكي فيه، بحكي ان هو اوكي. زهق من انه قاعد ما بيعملش حاجه جديده، او انه زهق انه فتعالى لما اتجوز يمكن يبقى في حاجات جديده في حياتي. احداث حاسه بقى. انه الهروب للدوبامين في العلاقه ده ده سيء قوي، ده اه ده اوحش من وبيخلي الفيلم. بتوحش من الفيلم والله، اطول. بس بقى هنخش وبعدين وهنطلع هتلاقي نفسك في وهنتخانق. نص الموضوع، ايه ده؟ أنا اللي جابني هنا. والله اصل يعني أيوة. خلاص الزهق راح ماشي، ده مفيش وبعدين اعلانات كمان، يعني مفيش مثلا حاجه، ولا سبونسر ولا يعني. حاجه، مفيش حاجه ولا لب. هنعمل ايه؟ ولا هنجري. عيش مفيش. بقى. انت قاعد مع العلاقه دي ده صعب قوي. ومحتاج تطلع منها، بس مش عارف تقول ايه، مثلا مش هتقول والله انا كنت داخلها بشوف كده ايه يعني فاهمه. فبتبقي ستاك كده في حاجه مش مفهومه، عشان الشخص مجرد انه عايز دوبامين معين، المشاعر معينه، يلا ننزل نتجنن. ايوه. ايه ده هنتجوز؟ ايه ده مش عارف الموضوع ده مش بيعملوا فيه ايه، فاهمه؟ اللي هو مسؤوليه بقى وهنقعد وكده. لا والله انا بحب نجري ونتجنن جدا، نركب سكوتر في المعادي ونبقى وسط. انما انت هتجيبني تقعدني جنبك على الكنبه ونبقى قاعدين زهقانين من يوم شغل، مش هنبسط. هنعمل ايه بقى؟ مش هنعمل حاجه.
ده عمرك صعب قوي. قابلتي حد؟ ما قابلتش الحمد لله حد يعني محساسه صعبه قوي ان الفكره انك انت لمجرد ان انت زهقان اصلا تبني حياه انت مش عايزها، امم. غير بقى انك اصلا ظالم البارتنر اللي معاك كله. صح. ما الموضوع كله. طب ايه وزي اسوأ ما قلت لك حاجه؟ دي خلفتك ما اتبسطناش برضو. صح. انت ما اتبسطتناش في كل الحاجات، ما اتبسطتناش. صح. ايه اسوأ حاجه عملتيها وانت بتهربي من الزهق غير الاونلاين شوبينج انا وال حريصه لو سمحتي صح صح، غير انك حريصه يعني. مش عارفه، بحاول مؤخرا اعمل حاجات لذيذه وانا زهقانه. زي ايه؟ زي قلت لك بعمل دودلينج، بجيب ورقه اللي هو امم. شخبط فيها واحاول اعمل حاجه بالشخبطه دي، امم. فاهمه؟ فبحس ديت بصراحه حلو، اوكي. وبعلم ليلى تعملها. حلو. اه. وبعمل معاها حاجة تانية لما نبقى زهقانين يعني، برضو برسم لها ايتم كورة مثلا تفاحة، هنرسم حاجة وبعدين اقول لها دي مش تفاحة، فهي المفروض تفيجر اوت ان تخلي الرسمة دي حاجة تانية. اه، دي بتشغلي عندها الكرياتيفيتي. اه. انا مش عارفه ليك في الاول كنت يعني يعني نسيت ان ليلى في السن ده فاكراها اصغر شويه بتكسر لها الثوابت. بسيب لها التفاحه دي دي بقى مش بقى مش تفاحه، تفاحة. شفت دي مش تفاحه. ارسم مثلا شجرة، ارسم كورة، ارسم اي حاجة واقول اه، لها لا، ارسم مايك مثلا ده واقول مش لها مايك تخيلي اي حاجه تخيلي تانية. حاجة حلو تانية. جدا. اه. ده حلو جدا. ولا كده. الفراغ بيشغل التخيل. اه ده حقيقي، ما انا بقول لك ان امم. الحاجات اللي كانت يعني من الحاجات اللي عشان بنستسهل نمسك الموبايل، بنستسهل نتفرج على التلفزيون، نعمل اونلاين شوبينج، كل ده بيخلينا ما نقعدش زهقانين فننتج حاجه. امم. انا اكتر الافكار اللي جات لي بالنسبه لي حلوه، سواء فكره حلقه، فكره ريل، فكره اي بتجيلي بجد وانا قاعده. انت قاعده زهقانه. حتى فكره امم. لعبه مع البنات، امم. اللي هو ايه ده، طب ما يعني اصلا الفكره دي كنت بقول ليلى ابتدى الموضوع اصلا ان انا كنت برسم انا وهي، وبعدين قالت لي ايه ده ديت كذا وانت اصلا عايزه حاجه تانية. اه، اه. فابتدينا من هنا عملنا اللعبه دي. حلو قوي. فبحس ان لو حاجه عايزه بجد اعلمها لليلى وتستمر عليها، ان عادي نبقى زهقانين، يعني امم. عادي نزهق في اوقات وانا مش معنى كده ان انا يعني مش بحس ان انا متناقضه، لان انا اوقات مش بعمل كده، بس اوقات بعمل ده واوقات، فاهماني؟ زي امم. كل حاجه يعني، زي كل حاجه بتحاولي تعمليها، زي اوقات بتروحي الجيم اوقات لا. مش معنى كده اللي هو انت امم. اسمه ايه، ما لا يدرك كله لا يترك كله. ايوه، انت فانت فاهماني؟ لو في اوقات بتعرفي تعملي حاجه منتجه. فبحس كده بصراحه. مم. انا مثلا بحس ان انا وانا قاعده يعني فاضيه او عندي فراغ بحب قوي اعيش. او انا يمكن عندي يعني الشيء ده من وانا صغيره، اللي هو انا لو رافضه شيء زهقانه جدا في الشغل، مش اوكي. طايقه اللي انا بعمله دلوقتي، زهقانه مثلا في مصلحه حكوميه قاعده وقت طويل انتظار، بتخيل نفسي في حته تانية. اوكي. يعني انه انا مثلا دلوقتي قاعده بعمل كذا 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 في حته تانية زي عالم ايوه موازي كده، دي لذيذه قوي. اللي هو يا دول عارفه مش بعمل موظفين، حاجه تانية. دول مش موظفين، دول في شغل. انا آه. دول مش ناس مضايقاني، دول عربيات اي. في سباق، فاهمه؟ انت عارفه والراجل ده بعمل، شكله بحب لسه كنت اقولك بحب ساعات اشوف الناس لو في مخي، يعني لو لعبه هلعبها آه، انا عقلي هيطلع مريض هيطلع لا بجد. يعني انا بسأل، يعني مجرد لا سؤال، والله مجرد اقول لك سؤال بجد. سؤال سؤال. لا بحس ان انا بشوف ان ايه، اللي هو انت عارفه زي البطاطس، انت خضار، لو انت خضار هتبقى ايه، لو انت فاكهه هتبقى ايه، لو انت اه، حيوان هتبقى ايه، انت هتبقى طب انت عندك اجابات نفسك. لدول؟ هتبقى انت، ما اختلفتش كتير يعني. ايوه. طب لو انت حيوانة هتبقي ايه؟ معلش السؤال ده. لو انا مش عارفه، قولي لي انت طيب. انا دايما بشوفك دولفين. دولفين. ايوه، اوكي. بحس انك مواصفات الدولفين. اوكي. يعني صديق الانسان، ناس بتحبه بس في نفس الوقت مش اهبل، يعني اللي هو مش اوكي. people pleaser يعني. اوكي. هو بيحب يبقى جنب البني ادمين بس بيبقى عادي لوحده، مم. وبيحب يعيش في المية اللي في البحر، وممكن يعيش ماشي. يلعب مع الراجل يا صدقني فاهمة؟ ممكن. مم. مم. شفتي، انا لذيذة. ما اعرفش المعلومات اللي انا قلتها عن الدولفين دي حقيقية هو في معلومات تانية وحشة، فبس انا اه، الحمد لله انتي ما المتحرش، لا قلتيهاش لا يعني. دي ان شاء الله مش الحمد لله انتي ما قلتيهاش يعني. لا لا لا، مش دي. بس بحب كده مم. اشوف ان انت لو كنت مثلا، وابتدي اشوف لو في حتة زي ما انتي بتقولي مثلا مصلحة حكومية أو حاجة، اشوف بقى السيناريو اللي انا رسمته ده صح ولا ايوه. لا، فيبتدي مثلا يتعامل بطريقة معينة. فلا مثلا انت مش غزالة، اه، انت ما طلعتش غزالة، انت انت طلعت مكار زرافة. فعلا.
مثلا ايوه بحب كده شويه بصراحه. وتتخيلي سيناريوهات البني ادمين. اوكي. يعني اقعد مثلا كده قاعده مستنيه القهوه تخلص او يعملوا القهوه، تخيل الشخص ده ممكن يبقى شغال محامي. وممكن يبقى اسمه كذا، اه متجوز ولا مش متجوز. ايوه مش بعمل عارفه كده ده برضه. ايه، بس يعني احنا حاجه انا بحبها جدا. انا اعتقد ده مرض تخلف، كنت اقول تخلف بس. بجد. لا لا ايه هو لا، ده؟ منطقيا هتلاقي عقلك بيعمل سيناريوهات علشان يوقعد دلوقتي اه يشغل دماغه ما ده حقيقي. بيقولك لو ابنك مراهق ما تسيبيهوش فاضي، مع ايوه ان احنا لسه من شويه لما كان اصغر يقولك سيبيه فاضي. لا بس انا ما ماما صعبه بحبش، قوي. بس انا بحاول على قد ما اقدر ما اسيبهمش فاضيين على فكره. كل الاعمار. مم. انا بحس ان لو انت ما اعرفش، هو انا قريت كده عارفه انه لو المعلومات بتاعت صغير. زمان كده اللي هو ايه مفيش حاجه اسمها كده هقولها، بس اللي هو ما تسيبيش نفسك فاضيه، في حديث باين او حاجه على انك ما تسيبيش نفسك فاضيه يعني، مش فاكره. اتمنى يطلع في حديث ما طلعش ان انا اه بهبل. لا انا عارفه بتاع الايد البطاله، بس ده مش حديث. ده- ده حديث حد معدي في الشارع. لا بس انا كنت قريت انه لما الطفل بيبقى صغير قوي تسيبيه يحس بالفراغ، بس ايوه لما يكبر ما تسيبيهوش يحس ايوه بالفراغ. فهمتك، ايوه فاهمه صح، قصدي؟ يبقى في سن ايوه المراهقه، فاهمك. لان الفراغ هيجيب له فكر. انت ايوه فاهمه؟ ويبقى عايز يجرب حاجات. والادرينالين والدوبامين بقى، الدوبامين والادرينالين رش بتاع الحاجات ايوه الخطر صح. والحاجات الممنوعه والحاجات دي كلها بتيجي لان هو مش هو فاضي يفكر فيها. ايوه لما بتزنقي عليه العيش برضه، مش تزنقي تكفريه يعني، بس اللي هو يبقى بيلعب رياضة، بيعمل حاجة، بيتعلم آلة موسيقية، بيروح يعمل عمل تطوعي في حتة بتاع. كل الحاجات دي بتخلي ما عندوش وقت لدماغه ايوه تروح في بالظبط، الحاجات ده اللي الاكستريم. بكلمك عليه. طيب هقول لك حاجه، احنا اتربينا زمان شويه على حته اللي هو انت فاضيه ليه، قومي اعملي حاجه، قومي روقي، اه قومي مطمن على فلوسك. قومي طبعا على فلوسك. والله بجد اه بحس اتربينا شويه على دي اللي هو انت قاعده ليه. اه احنا برافو عليكي، احنا اتربينا ان الفراغ عيب صبة، يعني انت ما ينفعش تبقي قاعدة فاضية. فدايما عارفه شكلي قاعدة بعمل بتعملي حاجه، حاجة انا اه. سيبوني دلوقتي انا انت لازم تكوني بتعملي حاجة فعلا اه. شكلي بعمل حاجه. عارفه الناس اللي في الشركه اللي شكله بيشتغل ايوه مش بيشتغل، بيبقى طول النهار في كل عيب المكان. أصلاً. ايوه فزمان كان كده اللي هو انت دايما لازم تبقي شكلك بتعملي حاجه، صح يا اما انت صح. قاعده فاضيه ليه. في شعور بالذنب تعالي بيجي مع اه الفراغ المعين ده، لو انا ليه قاعده فاضيه، ايوه ده انا مش منتجه. في شعور للناس اللي بتحس بالذنب بقى، حلقه الذنب والالتزام فكريها، ايوه ان انت ملتزمه انك بتعملي حاجه دايما. فلما انا لما بقعد فاضيه شويه بحس اني انا تعبانه، ايوه يعني جسمي وجعني، مع مم. ان هو ممكن يبقى وجعني وانا طول اليوم بجري، بس انا بس وانس ما اني كانش قعدت صح، انا عشان كده ركزت. يقولك اول لما بتقعدي بتحسي كل حاجه وجعاكي. اه فاللي هو انت ليه موجوعه دلوقتي؟ انت قاعده على اللي على الكنبه. عارفه دي من الحاجات اللي بستغربها جدا، دايما الدكاتره تقولك اسمعي لجسمك، اسمعي لاحساسك، مش لاحقه. بيشتمني. لا بجد مش لاحقه، انا من كتر ما بجد احنا بنهرب بان احنا قاعدين على الموبايل او انا بجد مش فاضيه اسمعني. امم انا لو قعدت مع نفسي دقيقتين انا اصلا لما بقعد في كافيه والاقي واحده جنبي قاعده على الترابيزه لوحدها بشفق عليها جدا، هو تعالي اقعدي معانا انت قاعده لوحدك. بتحسي انها حاجه وحشه. فاهمه. امم فبحس كده اللي هو احنا بجد ما عندناش وقت نحسنا حاسين بايه، امم بنلهي نفسنا دايما في حاجه. صح. وعندنا فوبيا الشعور بالوحدة، او الشعور باني ماليش لازمة. في شوية فوبيات كده او مسكونسبشن زي ما بيقولوا، ايوه يعني مغالطات كده فكرية، ان انت وانس ان انت مش تعملي حاجة يبقى انت مش مفيدة، او وانس تعملي حاجة يبقى انت انسان وحيد ما عندوش صحاب، ما عندوش صح ناس. يعني انت صح. ازاي ما بتخرجيش يوم انت الخميس عارفه وتروحي؟ دي من الحاجات اللي مخوفاني جدا جدا جدا، امم مثلا ساعات بقعد افكر كمان 20 سنه حياتي تبقى عامله ازاي مثلا. من الحاجات اللي مخوفاني جدا لان امم خلاص هيبقوا البنات كبار، هيبقى كل حد، فانا هيبقى ما عنديش حاجه بعملها. اه ده بيخليكي تعوزي تشتغلي اوقات. ده طبعا بيخليني اوقات عايزه امم اشتغل، وبيخليني اوقات مش عايزاه، مش تكبروش خليكوا كده، اه انت صح. فاهمه. امم تخوفا فاهمة من ده، شوية اه. تخوفا من ده بجد. وببقى فاهمه مش عارفه ايه ازمه منتصف العمر باين ولا ايه مش ده دي؟ اللي ده؟ إيه ده؟ مش ده دي، مش هي لا. دي ازمه ايه؟ ازمه بس العيال كبرت باين. اه صح. لا بحسها ان هي والله هبقى في مشكله اللي هو ايه ده. امم انا كنت الاول الحياه بتتمحور حوالين التربيه والتمارين، وعلى قد ما ديت صعبه وستراجلينج فاهمه، بس اهي. امم ففجاه هتبقى انتوا تلاقي عندكم بتتمحور حاجات حاجات تانية. وفاهماني. فاهمة. ده انا بتشوق
شديد اوكي. لهذه المرحله. أنا يعني بخاف يا منها رب جداً. يبقى هم هنفضل طول عمرنا عكس بعض. بجد انت العكس بجد من الحاجات اللي خايفه منها جدا جدا يعني. فعلا. لا انا بحس ان لو العكس انا هبقى ابتدي اقول حاسه لهم ان بقى هو البيت ده لوكاندا، كل الكلام ده. ومحدش روح مكان ما فيكم جيت والباب ده بيقفل الساعه 11. الحاجات دي هتعمليها كلها. لا ده انا اقول له جاي بدري الساعه كلها 11 ليه جاي بدري سيبني كلها شويه اتفرج هقول على كل الفيلم. الحاجات دي. وهكلمهم في التليفون دلوقتي فاكرين امك دلوقتي اللي فاكره امك اتفضلي. بجد؟ هعمل كل الحاجات دي. بجد لا ان شاء انا الله لا مش هعملها لا يعني، انا بس حاسه مش ان هعملها عشان هبقى ماسكه نفسي بس يعني. لا لا مش حاسه مش كده. لدرجه ان احنا نعمل كده يعني. طب بس لما تبقي في المرحله دي حاسه انك هتشغلي وقتك بايه؟ ولا عادي هتحسي ساعتها بالفراغ والحزن؟ في الغالب بقى هقول لهم نروح نتجوز بقى ورينا خلفتك. هتقولي لها انت اللي هتزني عليهم بقى انا هزني اتجوز في وجيبوا الغالب لي بقى لا قومي بقى قومي بقى بدل ما انت قاعده يلا قومي. لا لا هتعملي بهزر كده بهزر. مش هعمل كده. ممكن اتابع مسلسل مثلا ساعتها بقى يبقى عندك وقت 60 تتابعي 60 حلقه. انا بتابع مسلسلات تركي. لا يا لينا. شفتي مع اني لا ما بقدرش اتفرج على فيلم. مسلسلات ولا لسه كنت اقول لك مسلسلات لا ولا ما بقدرش افلام. اتفرج على فيلم بس اقعد اتفرج اسمع مسلسل اسمع لا عشان فاكره لما بسمع كنت بحكي علشان لك بنضف وانا بقى. كنت بحكي لك انا بسمع دايما بودكاست بحب اسمعها عشان ايوه بشغلها وانا بعمل حاجه. ايوه ايوه. الفومو برضه المعين. لا بحب اتفرج عليها بصراحه. اه حاسه الفتره دي هتبقى صعبه عليا يعني، لسه من الحاجات اللي بقعد اتخيلها كده لاقيني. تصدقي اه لان انا بجد انا بالنسبه لي انا بحب الامومه جدا بكل تعبها بالنسبه لي من الاكسبيرينسز الحلوه جدا. امم فحاسه ان انا ايه ده. ايوه بس انتي فاكره ان الامومه هتقف عند ما هم صغيرين. حاسه لما يكبروا هيبقى الموضوع مختلف. هم لسه مش ولاد. بصي كنت قريت قبل كده ان اول 5 سنين في حياه الطفل امم بيبقوا للام المفضله بالنسبه له في لا ما حياته، تتفرجيش طموحه على ده حوالين ريل اكيد. الام. ده ريل تاني من 5 سنين بتبقى شويه الاب. تالت 5 سنين الصحاب. رابع 5 سنين لو بعد كده هيرتبط او حاجه. ده بعد كده ارتبطوا خلاص في بقى ده الغالب بتكون انتي متي فهو ايه ده مش. ايه ده ايه ده ايه الحاجات اللي بتشوفيها دي؟ لا طبعا انا بحس ان دور الام ممتد. انا دلوقتي مثلا بفكر انت حتى اوكي دور مامتك في حياتك وانت دلوقتي ام وعندك عيال وكده انتي دايما الام دورها موجود سواء انها حتى لو مش بتساعد بشيء يعني مش بتعمل معاكي ايوه حاجه بس لا انا ام بعطر ايوه ماما انا ايوه عطلانه ده يعني حقيقي. فاهمه. يعني بحس ان دور الام والاب ده يعني ربنا يديهم الصحه بس دي حاجه يعني مم. ممتده يعني مش مرتبطه بسن طبعا وهم صغيرين واعتماد اكبر عليكي. ايوه ده اللي كنت بحاول اقوله بس لو لك. قدرتي تشيلي لو لا قدر الله لو حد من الاطفال مثلا فقد احد بابا او مامته وهو صغير بعد كده لا اما يكبر عارفه احتاجه الكوت اللي ليهم. بتقولك اصعب حاجه في الامومه ان الشخص اللي هو حياتك كلها بتعلميه يعيش حياته من غيرك. عارفه ده. ايوه طب ما دي حاجه حلوه. بحس حلوه بس صعبه شويه. انت عشان ربطها بفكره انه هيسيبني. فاهمه. بس انا يعني انا مثلا لينا احب قوي دور ان انا اشوف ان انا خلاص ربيتك انت دلوقتي للمجتمع لنفسك وبشوف ثمرة اللي انا عملته بقى ان شاء الله ايوه ما تبقاش اللي هو ورينا خلفتك في الآخر ما بسطناش لا. بس قصدي حاسه ان دي يعني ده انا اصلا خدت الامومه عشان كده دخلتها عشان اوكي كده انه لا انا مش عايزه مش طبعا شعور ان هم في حضنك وبيحضنوكي بس ان هم كل ما بيكبروا بيبقوا صحابك وبيبقوا ايوه ده حواليكي حقيقي بطريقه بصراحه. مختلفه. يعني انا وماما دلوقتي علاقتنا مش بنت ومامتها يعني وانا احنا كمان اصحاب فاهم بصراحه. اللي هو لا مش وما كنتش علاقتي مع مامتي ما كانتش كده تماما 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 اصلا لحد دلوقتي لما نبقى قاعدين بابا يقعد تفتكري يقول لها فاكره لما كنتي بتقولي مطلعه عينك وانتي مش عارف ايه فقال له شكرا يا ايوه بابا ربنا يخليك ليا. بالظبط فاهمه فكل وقت فسيبك بقى من الريلز فدلوقتي اللي لا بتقولك صحاب وننزل نفطر سوا طب شفتي مم. اهو يعني قصدي الامومه وبجيب هتاكل لب معايا اخر اليوم برضه. طيب يعني قصدي الامومه بقى ما بقتش شكل الطفل اللي في حضني. طبعا ايوه بنمس صح. كل مرحله يعني كل ما بيروحوا المرحله اه بتوحشك المرحله اللي قبلها. ده حقيقي. بس ببقى خايفه من اللي بعدها وببقى مم. مشتاقه لها اكتر اللي هو ايه ده خلاص انا دلوقتي زين مثلا في مرحله المراهقه بيبداها لسه فبكل صعوباتها انت ستيل بتقعدي تبصي كده اللي هو في اخر طفل يعني انت يعني ايوه كل اللي هو عامله ده انا اللي مش اهو شايفاه اخر غير طفل صح. انا فاهمه ده زين ابني طلع عيني بقى عايزه احدفه بالاشياء بس بعدين بشوف انا لما كب عملت كده الشبشب الميداليه بس فاهمة يفكرني باني المفروض ابقى بستخدمه بستخدمه فاهمه قصدي فبحس انه لا ده جزء ده انا مثلا ده الجزء اللي بحبه في الامومه اوكي انه انت مش المعاناه اللي انت بتعانيها دلوقتي مش ابديه. اوكي الصعوبه اللي انت حاسه بيها دلوقتي مش فور ايفر انت مجرد
دلوقتي، بس الشعور ده هيبقى بعد كده احسن، هتقل اوكي. شويه الضغوطات دي من عليكي، هتبقي قادره تتنفسي، قادره تشوفي صحابك، قادره تشتغلي لو عايزه. بس كل مرحله متطلبه زي ما انت قلتي كده تدخل من الام بشكل معين، بعدين بيقل التدخل ده. اوكي لسه فاهمك. دورها مهم واساسي، بس التدخل الفيزيكال مش لازم يكون موجود. يعني أنا دلوقتي حالا وانا مثلا قاعده بسجل دلوقتي، زين عمال يبعت لي حاجات لي علاقه بمذاكرته، انا مش موجوده معاه، بس هو قاعد بيبعت عشان ايه؟ هو عارف ان انا اللي بتابع معاه الحاجه دي. يعني اوكي. قصدي كل سن بيحتاج ماما في حاجه، بيحتاج بابا في حاجه دايما، ايوه فسيبيهم يكبروا، حلو ده منطقي. سيبيهم يكبروا. طب اسالك، وزهقي عادي، زهقي يعني ممكن نعمل حاجه انا وانت، طب ننزل انا نشرب حاجه طب ناكل. هقول لك حاجه، انت بقى بالنسبه لما تحسي انك زهقانه او اي شعور عامه، هل عارفه لما يقول لك اللي هو احنا مش قادرين نواجه شعور معين فعمالين نهرب منه؟ نهرب منه، انا بتحسي بهرب كده؟ طبعا دايما بكل الشعور الوحش. طيب تحت السجاده بقى كلها، ايه ده؟ احنا مش، انت زعلانه؟ لا انت مش زعلانه ولا حاجه، بصي هاتي كده، فاهمه؟ لا اوكي. لا، دي حاجه بسيطه كده، واقعد مش بقول ان دي الحاجه الحلوه الوحشه، بس دي ساعدتني اني ما انغرسش قوي في الاحزان. اوكي. اوقات بتطفح في اوقات مش طب منطقيه. بتهربي بايه؟ الحاجات اللي بتهربي. بحب قوي اركب العربيه واقعد اسوق، اخرج من اوكي. الكارتيره ونغير الزيت ونعيط بس في عندي يعني. سبب بقى منطقي بقى. لو انا شاكه ان ده ان حياتي وحشه، انا خرمت الكارتين. بالظبط، اشغل كده حاجه احبها، سواء اسمع حاجه اوكي. برنامج مثلا او حاجه مصطفى حسني من رمضان قاعده بسمعه بحبه قوي، اسمع مزيكا، اسمع حاجه، بس خلاص انا بقلل الشعور اللي هو السيء قوي ده. ساعات بيجيلك شعور كده لو انت مخنوقه قوي 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 اوكي. وزهقانه قوي قوي قوي، فادخل استحمى اوكي. بمجرد ميه كده، دش ساقع كده، خلاص لا تمام، هو بس انا كنت فاهمه قصدي يعني. اوكي. في حاجات كده تحسي انها بسيطه بس بتطلع من طب المود في ناس ده. بتهرب شوية من ده بان هي تدفن نفسها في شغل، في جيم، في حاجة، اه في غسل مواعين، في تنظيف بيت، صح في سحلة معينة، عشان صح مش دايما الهروب من الحاجة سهل. الشعور هو كسل او هو صح ان احنا نقعد بس كده. لا، في اوقات الواحد بيهرب بان هو فعلا مش عارفه. يقولك اول لما مثلا ساعات لما حد يفركش يقول بس انزل الشغل بس كده بتشتغل قصي شعرك اه وروحي لا، ما اعرفش وانزلي ايه. الشغل اه وتفيني نفسك في الشغل هتبقي زي الفل. هو مش كده، هو انت بتهربي من شعور، صح. فبتحسي بتعملي طب تحسي كده. حاجه وحشه ولا حلوه؟ بحس لا، بحس ان لازم ابقى فاهمه نفسي، يعني لازم تقعدي ابقى مع فاهمه الشعور شعور. شويه، لازم. لازم تقعدي مع الشعور. ولو نزلت جيم او كده ابقى فاهمه ان دي البيل المسكنه شويه، بس انا الشعور الدوبامين موجود، الشعور لسه موجود، وانا لازم مم. لما اروح اقعد انا وهو ونشوف هنعمل ايه. انت ايوه، فاهماني؟ لكن مش هقعد اهرب لحد ما. هتلاقيه بيطلع على فكره، بيطلع في حتت تانية، بيطلع في اشكال تانية. يعني ممكن تلاقيكي بتكلمي مثلا حد ما يعني سواء اوبر مثلا، وبتكلميه في حاجه تروحي معيطه فجاه، الراجل يحتاس اوكي. بيكي بقى ليه؟ بس هو اصلا اصلا محوشه شعور المضايقه المعين من مم. حاجات فاهمه كده. بحس انه لا، انت اللي بتعمليه ده احسن، انه لا احسن ان انا اقعد افهم ايه ده مم. اقعد بحس معاه ان شويه، انا اقعد بقى شويه زهقان عادي، اتس اوكي. لا، وبحتاج اقعد مع نفسي، اللي هو طب انت زهقانه بالورقه والقلم يعني كده، زهقانه من ايه؟ او متضايقه من ايه؟ طب تعالي امم نشوفها. طب انت متضايقه فعلا من الموقف ده مثلا، ولا حرانه. او بالظبط، والله ولا ساعات عندك بيبقى حموضه؟ سيم، فاهمه؟ صح. بجد والله، انت فعلا حد قال كلمه ضايقتك، ولا انت اصلا كنتي مش مستعده لكلام سلبي النهارده؟ امم في العادي بتعدي ده، بس انت النهارده. صح. فبحس ان لا، محتاجه ابقى فاهمه انا متضايقه فعلا، ولا حاسه اني متضايقه، ولا قبل ما اهرب. يعني لو هربت خير هنهرب وبركه، برضه كده كده لميت شنطتي وهربت يعني. بس بحس لا، محتاج ابقى فاهماني الاول. حلو. انتي ايه؟ لا انا بهرب عادي، بهرب جدا، بهرب بس بوقف نفسي وقت اللي هو خلاص انا دلوقتي جاهزه اواجه الشغل. اوكي. يعني اقعد اخد بيلز مم. اجري في العربيه، واقعد بس اخد دش واقرا قران واسحل نفسي مع صحابي واسحل نفسي في الشغل واروح الجيم واعمل كل الحاجات، وبعدين خلاص يعني كفايه، يلا نحزن بقى، فاهمه؟ او اوكي. يلا نزهق بقى. انت محتاجه اوكي. تقعدي النهارده في البيت، ولا طب ده تليفون حلو ده. ولا تلفزيون ولا اي حاجه ولا كتاب، انت واللي اوكي. بتعمليه واللي انت عايزه تحسي بيه النهارده بس. نديله وقت. فاكره الحلقه اللي كنا ايوه بنتكلم ده عليها؟ حلو نديها جدا. وقت، خلاص هنتضايق، هنزهق النهارده، وبكره هنبقى بنجري عادي، ده فاهمه؟ حلو. فبقيت بس بقى في اليوجوال بهرب. اوكي. انتوا بتعملوا ايه؟ قولوا لنا، بتهربوا من الشعور السلبي ايوه، والفراغ ولا بتواجهوه وبتحبوه؟ في ناس بتحب الفراغ، هل في ناس بتحب ان هي تبقى حاسه بالفراغ،
ان على طول ميبقاش عندها حاجه. اه ممكن. ايوه، انا عايزه اقعد على الكنبه، محدش يقول أوكي. لي اي حاجه، انا بجري من الشغل عشان احس بالفراغ ده. اوكي في ناس كده. فاهمكي، بس بحس ان غير الفراغ، يعني ان دايما انت بتشوفي اللي جنبك على طول بيخرج وانا اللي قاعده في البيت، فاهمه، او على طول بيعمل. وفي السوشيال ميديا طبعا نفس الكلام. فبحس ان الحته دي برضو لا بتخلينا نحس ان الفراغ فيه مشكله. ما ينفعش صح تحس ولا؟ بالفراغ، ايوه بقى الناس ساعات كلها بحس. مشغوله في حاجات. فاللي هو انت ليه قاعده، انت اللي قاعده فاضيه ليه؟ مش عارفه كنا بنحاربه زمان ده، الفراغ. الفراغ ولا الناس اللي اه. زمان كنا بنحارب الفراغ، بس دلوقتي حاسه عشان احنا مش بنجري فاضيين. كتير. ايوه بنجري كتير بجد. انا بقيت احس ان احنا يعني اصلا طبعا هقول لك احنا بنقول رتم الحياه اللي بسرعه وبتاع. انا من الحياه اللي مش قادره اتخيلها ان زمان كانوا بيطلعوا الفراخ تفك ويروحوا يعملوا اكله في ساعتين تلاته. بجد انا ببقى بعمل اكل في نص ساعه بيطلع حلو. فالاكله ولا امم والله بقى انا يمكن انت سريعه ونفسك حلو يا اسراء. بس اقصد اللي هو دلوقتي بقت كل حاجه موجوده صح عشان تسرع علينا دنيتنا. صح و تعملي سلو مورنينج وتشربي القهوه بتاعتك بس عشان ببقى صاحيه حاسه ان انا قايمه من خناقه. انا كنت نايمه، انا كنت في تريلا بتخبطني. اه بتحتاجي وقت. فبقوم بحتاج وقت، واحاول ما اردش على موبايلات او اي تكست او اي حاجه ولما اصحى، عشان عادي ممكن اقطع علاقتي مع. ده حلو جدا، فبقى نفسي اعمل كده. بستنى شويه، بحاول اقعد في الشمس اول 5 دقايق من يومي. طب دي حاجه حلوه جدا. بصراحة هو عشان الكرسي بتاعي بالصدفة طلع قدام الشمس يعني اللي هو اقعد انا مش قصده يعني، هو اورينتيشن في البيت. فكنت تحية الاول لمهندس بقفل الديكور. الشباك، وبعد كده قلت طب وماله هنسيب الشباك يعني. مم. بس بقول لك انا بحس ان لا مؤخرا بقى ان الواحد يبقى فاضي دي غريبة جدا. اللي هو متعملش حاجة، مم. انت فاهمة؟ حتى اوقات مثلا لما اقول لهم انا مش بشتغل، انت مش بتشتغلي مم. انت طب وايه المشكله؟ فاقول لهم ممكن فريلانس او ايه، فيقولوا لي لا فول تايم جوب يعني. ودي حاجه حلوه، ده هم نفسهم اكيد كارهينها. فاهمه. يعني انا بس كل الناس احنا بتتفرج علينا دلوقتي، حد رايح بيتفرج على فين؟ رايح الفيديو. الشغل، جاي منين؟ جاي من لا دي الشغل، حاجه شكلي مش، بشتغل، فاهمه. لا دي حاجه ما هي اعتقدش. صعبة ما جدا يعني. اعتقدش اي حد بيعملها حبيبها الفول تايم جوب دي، ابدا ابدا. يعني كل اللي بيعملوها مضطرين، انا بقول لك، انا باكد لك مفيش حد ابدا بيحب هذه التعسيفه. الباشن بقى والباشن بقى يعني الوقت بيتقتل في الوقت ده، فاهمه، بيموت في الوقت ده. لا يعني لو عندك شويه باشن بتروحي تعملي الفول تايم جوب دي بيروح. اي بس في ناس بتحب شغلها. في ناس بتحب شغلها بصراحة. طب يلا يلا بينا، يلا بينا. يلا نشوف ورانا ايه. كفايه فراغ لحد كده. ايش يا شكرا يا حبايبي، جماعه، باي صباح على باي. خير.